أكيد وقعت شحال من مرة. كتبدا هضرة عادية، هي بغات غير تفضفض على شي حاجة ضراتها، وفجأة داكشي كيتحول نقاش حاد ومعركة. هي كتشوف راسها غير كتشكي، وهو كيحس براسو بحال يلاه شي حد كيهاجم عليه. هاد الموقف كيتكرر بزاف، وفي الاخر كلاهما كيحس بلي الاخر ما فاهموش نهائيا. إذا هنا فين كاين السؤال الكبير، كيفاش شكوى بسيطة اللي الهدف ديالها هو التعبير على المشاعر كتوصل للطرف الآخر كهجوم شخصي؟ واش العيب في شنو كنقولوا ولا في الطريقة باش كنتصنتوا؟ والأهم من هادشي كامل، واش بصح حنا محكوم علينا نبقاو ديما عايشين في هاد الدوامة ديال سوء الفهم؟ باش نجاوبوا على هاد الأسئلة غادي نديروا واحد الرحلة. غادي نبداو باللغة وكيفاش كنتواصلوا، من بعد غنشوفوا دماغنا كيفاش مبرمج، يعني ندخلوا شوية البيولوجيا، وغادي نهضروا على تأثير المجتمع، وفي الآخر أهم حاجة غادي نشوفوا الحلول العملية. يلا نبداو. أول مفتاح عندنا باش نفكوا هذا اللغز كتعطيه لينا واحد عالمة اللغويات سميها ديبورا تانن. شنو كتقول؟ كتقول لك واخا رجال ونساء كيهضروا بنفس اللغة، ولكن في الواقع بحال يلا كل واحد فيهم كيستخدم لهجة مختلفة تماما. الفرق ماشي في الكلمات، لا، الفرق كاين في الهدف من الهضرة أصلا. وهنا فين كاينه النقطة الحاسمة. الرجال على حساب تانان كيستعملوا بزاف ما يسمى بلغة التقرير. شنو هي هذه؟ يعني الهضرة بالنسبة لهم أداة باش يوصلوا لشي هدف، تبادل معلومات، حل مشكل. الهضرة عندها وظيفة واضحة. أما النساء فكيستعملوا لغة الألفة، يعني الهضرة ماشي غير وسيلة، الهضرة هي الهدف بحد ذاته، هي طريقة باش تخلق رابط، تواصل وتقارب عاطفي. باش نبسطوا الأمور، تخيلوهم في الخدمة. الراجل غالبا غادي يهضر على الأهداف اللي يحقق، الأرقام، تقرير. المرأة من جهة أخرى ممكن تهضر على الأجواء في الخدمة، العلاقات مع الزملاء، ألفة. وهذا الاقتباس كيلخص لنا القصة كاملة. ملي المرأة كتقول بغينا نهضروا، فالغالب هي كتقلب على داك التواصل، ديك الألفة. ولكن هو شنو كيسمع؟ كيسمع جرس إنذار، كاين مشكل خاصو يتحل دابا. وهنا بالضبط فين كيوقع الصدام. هو كيجاوب باللغة تقريره على سؤال تطرح بلغة الألفة، جوج عوالم مختلفة تماما. وهذا الشيء كيدينا لواحد المفهوم مهم بزاف، عقلية المصلح أو الفيكسر. ملي الراجل كيسمع شكوى، الدماغ ديالو كيدخل مباشرة لوضعية حل المشاكل. هو بنيته ماشي خايبة، بالعكس كيشوف راسو هو البطل اللي غادي يلقى الحل وغادي ينقذ الموقف. المشكل هو أنه ما كيتصنتش المشاعر، كيتصنت المشكل. هذه هي الطريقة اللي تربى عليها باش يعاون. ولكن هنا فين كاين الفخ الكبير. ديك المحاولة ديالو باش يصلح الوضع كتخليها هي تحس انه ما سمعش ليها اصلا، ما فهمش الوجع ديالها. هي كانت باغا غير حضن عاطفي، وهو عطاها خطة عمل من 5 نقاط، ومن اللي هي ما بتعجبهاش ديك الخطة هو بيحس بالرفض وبأن المجهود ديالو ضاع، وهي بتحس بالإهمال، وفي الآخر بجوجهم بيخرجوا خاسرين. مزيان. إذا ماشي غير اللغة والتواصل اللي مختلفين، القصة أعمق من هكا. دابا يلا ندخلوا للدماغ ونشوفوا شنو كيوقع داخل في البرمجة البيولوجية ديالنا. الدراسات ديال الرنين المغناطيسي للدماغ ورتنا شي حاجة غريبة ومثيرة بزاف. فاش كيتعرضوا الرجال لمواقف سلبية أو مشاعر قوية، واحد المنطقة في الدماغ ديالهم مسؤولة على العواطف، اللوزة الدماغية، النشاط ديالها كينقص بواحد الشكل كبير وسريع، بحال يلا عندهم واحد البطونة ديال الإطفاء للمشاعر السلبية. دماغهم مبرمج باش يرجع لحالة الهدوء بأسرع وقت ممكن. وهذه القضية ديال الإطفاء السريع مهمة بزاف. هي آلية بيولوجية تطورات باش تخلي الراجل يواجه التهديدات الخارجية بلا ما يتشتت عاطفيا. دابا تخيلوا معايا شكوى مستمرة، بالنسبة لدماغه هي بحال شي إنذار حريق ما بغاش يسكت، كاينة حالة طوارئ مستمرة. إذا شو هو الحل المنطقي الوحيد باش يسكت داك الإنذار؟ هو يطفي العافية، يعني يصلح المشكلة اللي مسبب داك الصداع. إذا هضرنا على اللغة وهبطنا حتى للدماغ، ولكن الصورة مازال ما كملاتش، حيت حنا ماشي غير بيولوجية، حنا كائنات كيعيشوا في مجتمع، والمجتمع عنده كلمته حتى هو في هذه القصة كاملة. وهنا كنتكلموا على ما يسمى بالرجولة التقليدية. شنو هي هذه؟ ببساطة هي ديك القواعد والصورة النمطية اللي المجتمع كيرسمها للرجل، ها كيفاش خاصك تكون. وهذه القواعد كتكون صارمة بزاف. وهاد القواعد نقدروا نلخصوها في 4 ديال الأوامر. أولا، خاصك تكون ناجح، قوي ومنافس. ثانيا، خاصك تكون صلب جسديا وعقليا. ثالثا، بعد على أي حاجة كتبان أنثوية، وعلى رأسها التعبير على المشاعر. ورابعا، كبت العواطف ديالك وما تبينش الضعف. شحال من مرة سمعنا ديك الجملة الشهيرة الرجال ما كيبكيوش. هاد الجملة البسيطة هي خلاصة هاد البرمجة الاجتماعية كلها. فإذا تخيل معايا هاد الضغط الاجتماعي كامل،
ملي الشريكة ديالو كتجي تشكي، بالنسبة ليه هذيك ماشي شكوى، هذا اتهام مباشر بالفشل، بحال يلاه كتقول ليه أنت ما قادرش تخليني سعيدة. وكجواب على هذا الهجوم على الكفاءة ديالو، أول رد فعل كيكون هو الدفاع، كيهز الدرع ديالو مباشرة. مزيان، دابا فهمنا الأسباب: اللغة، البيولوجيا، المجتمع. ولكن الأهم من التشخيص هو الحل. كيفاش نقدر نخرج من هذه الدائرة؟ الخبر الزوين هو أن الحل موجود، وكاين تقنيات عملية وبسيطة كتخدم مع هذه البرمجة ماشي ضدها. وهنا فين القصة كتولي مثيرة للاهتمام. التقنية الأولى بسيطة ولكن فعالة بشكل لا يصدق. وضح الهدف ديالك من الأول. قبل ما تبدأي الهضرة قولي لي بالضبط شنو محتاجة منه. هذه مش تلاعب، بالعكس هذه كتعطيه مهمة واضحة ومحددة، كتنقذيه من الحيرة وكتعطيه طريقة مضمونة باش ينجح في مساعدتك. وهذا مثال رائع. أنا ما كنقلبش على حل دابا، بغيتك غير تسمع لي وتقول لي راك فهمتي باش كنحس. شوفوا شحال هاد الجملة ذكية. أولاً كتحيد عليه الضغط ديال عقلية المصلح. ثانياً كتعطيه مهمة واضحة، التصنت والتفاهم. فاش كيدير هاد الشيء كيحس براسو نجح في المهمة وهي كتاخد الدعم اللي كانت محتاجه. كل شيء كيخرج رابح. التقنية الثانية عندها علاقة بالبيئة اللي كتهضروا فيها. هضروا جنب الجنب. الرجال عموما بيرتاحوا في التواصل اللي يكون كتف الكتف أكثر من التواصل ديال وجه لوجه اللي ممكن يحسوا أنه استجواب أو مواجهة. جربوا تهضروا أنتم الصايقين أو كتمشاو أو كديروا شي نشاط. ملي كيكون التركيز على مهمة مشتركة، الضغط كينقص والهضرة كتولي أسهل وأكثر عفوية. إذن فالأخير المفتاح ماشي هو نغيروا بعضياتنا، ولكن هو نفهموا بعضياتنا. ملي كنفهموا هالخريطة ديال اللغة والدماغ والمجتمع، ديك الساعة كيولي عندنا الاختيار باش نتواصلوا بطريقة مختلفة وأكثر فعالية. والسؤال اللي كيبقى مطروح هو واش حنا مستعدين نستخدموا هذا المفتاح؟